قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمة إلا كان له به صدقة. بيؤكد الحديث الشريف أن زراعة الأرض وعملية الزرع هي من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها المسلم، وكمان بيشجع على الزراعة وعمارة الأرض، وبيبين المنفعة اللي بتطلع من هذا العمل اللي هو الزراعة هي بمثابة صدقة جارية للي هيزرعها. وعشان كده أنا بشجع كل إنسان يقدر إن هو يزرع، حتى لو هو مش هيستفاد من الزرع ده فيزرعه، وإن شاء الله يكون صدقة جارية ليه. الفيديو اللي فات احنا زرعنا نبات الكيل، وبعديه زرعنا نبات السويس شورت، والنهاردة احنا بنزرع نبات الخس الأمريكي. فلو انت بتتفرج على الفيديو ده وما اتفرجتش على الفيديو اللي فات، يا ريت تروح تتفرج عليها، تستفاد كتير جدا وهتعرف شكل البذور اللي احنا بنزرعها هنا. ويلا بينا نبدأ الفيديو ده. بس نحط بقى البذور بإذن الله. هسيب بقى الموبايل عشان اعرف اشتغل بايديا الاتنين احسن. بعد كده عندنا البنجر الاحمر، وده شكل البذور بتاعته، شبه بذور السويس شورت، شبهها جدا. ده اللي هنزرعه ان شاء الله في الحوض اللي بعديه. دلوقتي بإذن الله هنزرع البينك اي بيربل هال كاو بيز، وغالبا هنسميه بالعربي اللوبيا البنفسجي او الفاصوليا البنفسجي، يعني شوفوا انتوا عايزين تسموه ايه. تمام، انا بالنسبه لي هسميه كاو بيز، بس يعني عايزين نعمل فوتنج يا جماعه، هنسمي يعني نعمل تصويت نشوف احنا هنسميه ايه. نروح بقى نزرعوه، احنا اصلا ظبطنا مكان الزراعه. تعالوا اوريكم المكان. دول اتزرعوا خلاص، وده هو اللي عليه الدور ان شاء الله، ده اللي هنزرعوه، الكاو بيز ده، او الفاصوليا او اللوبيا او ايا يكن هو اسمه ايه. خلاص هنزرعوه بقى دلوقتي. ده شكل الحباية اهو. هنبدأ بقى نحط واحدة في كل مكان. هنردم كده، نردم كله بقى ونرجع له. هنا بقى انا قلت اخد راحة
لان انا الصراحه كنت تعبت جدا، وحتى هتلاقوني في الفيديوهات بنهج، لان انا شغال مثلا من الساعه 6 الصبح، وفضلت شغال لحد الشمس ما غربت. يعني لكم ان تتخيلوا شغل قد ايه. كمان انا مش متعود على الزراعه دي، مش متعود على ان انا اعمل مجهود زي ده، ولكن الحب والشغف هو اللي خلاني محسش اصلا ان انا تعبان. ولكن عاوز اقول لكم ان انا مجرد ما خلصت شغلي وجيت استريح، لقيت نفسي اصلا مش قادر اقوم. ما شاء الله. ما شاء الله. بس دول كفايه يعني، خلاص احنا كده هناخد قسطا من الراحه. وانا باكل بقى التين، قلت اروح اتفرج على الارانب وهي بتاكل البرسيم الحجازي، وبعد كده ان شاء الله هروح اكمل شغل في الارض. بعد ما زرعنا هنا الفاصوليا البنفسجي، هنا ان شاء الله هنزرع البصل الابيض الحلو، وهو جاي من يوتا، نوع كده من البصل اهي شكل البذور بتاعته واضحة. دي ان شاء الله هنزرعها، وفي الحوض اللي هو هنا انا جهزته اهو، وجهزت كمان الحوض اللي بعديه هزرعه على طول. يلا بينا نزرع بقى مع بعض بذور البصل الاحمر الحلو ده، البصل الابيض الحلو. كده احنا زرعنا ده بصل، ودوت انا زرعته كرومب صيني صغير، غالبا هيطلع الكابوتشي، انا مش متاكد، بس سيبوني ابحث عن اسمه اللاتيني وهقول لكم باذن الله الفيديو الجاي. تمام، كل اللي هناك ده باذن الله كده خلاص اتزرع، فاضل بس اخر واحد او اخر حوض يعني. اخر حوض ده انا ان شاء الله هزرعه طماطم، تشيري توميتوز، اللي هي الطماطم اللي بتبقى شبه العنب كده وبتبقى مسكره جدا، دي برضو امريكيه. تمام، انا زراعتها مختلفه عن الباقيين، لان احنا هنحتاج نعمل بتن كبير زي ده كده، يعني مش خط، بيسموه بتن، خط كبير جدا. فالمنطقه دي كده انا حتى بدات شغل، بس قلت اصور لكم برضه عشان تبقوا معايا. ان شاء الله المنطقه دي انا هقسمها باتنين كبار جدا، وهشتلها باذن الله طماطم اللي تشيري توميتو. تمام، هبدا بقى انا اشتغل واخلص ان شاء الله، بعد كده هوري لكم منظر. ده منظر البتنين اللي انا كنت بقول عليهم، او الخطين الكبار خالص بتوع الطماطم ان شاء الله. هنا احنا هنزرع طماطم التشيري توميتوز. طبعا في معلومه حابب اقولها لكم برضو بالنسبه للبصل وللكابوتشي، المكان ده مؤقت، انما انا بعد كده ان شاء الله هشتلهم في خطوط باذن الله. نزرع بقى التشيري توميتوز مع بعض. ده منظر بذور التشيري توميتوز، وهنبدا نزرعها، وطبعا هنراعي ان احنا نسيب مسافه كبيره ما بين كل واحده والتانيه. يعني مثلا لو هحط واحده هنا، يبقى هحط التانية هنا كده، مسافه حوالي 40 سنتي ولا حاجه، عشان الشجيره بتاعتها بتبقى كبيره كده. انا هزرعها، لكن حابب اوريكم منظر الارض هنا راويه ما شاء الله، وشكلها جميل جدا، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب وزيد في ذلك. وهنا منظر غروب الشمس، ودي ان شاء الله كده انا النهارده هبقى قفلت الحوض ده كله كده، الحوض ده كله خلاص. ان شاء الله الاسبوع الجاي نبقى نعمل الحوض اللي وراه والحوض اللي وراه باذن الله، لو كان لينا عمر يعني. وان شاء الله الاسبوع الجاي هنتابع كل التقدمات اللي حصلت في الحوض ده،
وهنشوف ايه اللي احنا عملناه صح وايه اللي احنا عملناه غلط. وانا متحمس جدا اشوف الكومنتات بتاعتكم، متحمس جدا اشوف كومنتاتكم على الفيديو ده. بسم الله ما شاء الله. هزرع بقى انا قبل الشمس ما تغرب باذن الله. بسم الله ما شاء الله. احنا كده فاضل لنا حاجه واحده، وهي ري الحوض ده، ري الحوض الكبير ده باذن الله. خلاص الارض دي اول ما تخلص ري احنا كمان هنروي باذن الله. اشتغل براحتك وربنا يصلح الحال. واخر حاجه بقى عملناها ان احنا فتحنا هنا الري، ومن عند الري واخر حاجه في الفيديو تدفق الميه دي ننهي الفيديو بتاعنا، وان شاء الله بقى الارض تروي. دعواتكم بقى يا جماعه كده بالتوفيق. لو عندكم اي تفسير اكتبوه في التعليقات. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.